في سنة 70 نعم 1970. وأفضل إنجاز كان في الدور ال16 عندما وصل المنتخب في 86 بالمكسيك. وأيضا تذكر الكل عندما في 86 عندما حقق المنتخب الأرجنتيني اللقب. بالتالي المنتخب نعم على مستوى المنتخبات العربية حاضر نعم، لكن كأول مشاركة للعرب في كأس العالم كانت أول مشاركة للمنتخب مصر. نعم منتخب مصر. ولاحظ الكرة والمحاولة، الله جول، هدف عالمي. الله 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 الله، هدف عالمي. نعم يسجل الهدف عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام يا سلام، هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية لأسود الأطلس عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام، سلم. الله 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 الله، لاحظ الخطأ لكن هنا الهدف. الله 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 الله، هذه كبيرة، هذه كبيرة يا زياش. يا سلام، الله أي نظرة، أي دقة، أي تنفيذ في اللقطة الماضية. وبالتالي المنتخب المغربي يسجل الهدف الثاني. لكن هدف على كيفك. اي والله هدف على كيفك يا زياش في اللقطة الماضية. هنا نتكلم عن لاعبين الكبار. نعم هنا نتكلم عن هذه الأسماء الإضافية مع المنتخب المغربي. وبالتالي يسجل أيضا حكيم زياش الهدف. وهذا ما تحدثنا عنه، هذا ما تحدثنا عنه، يعني عودة هذه الأسماء. تتكلم عن يعني لاعب حكيم زياش اللي اعتزل في فترة والآن يعود مجددا، وأعطى نوعا ما الثقة في تشكيلة المنتخب المغربي. وبالتالي هنا أسود الأطلس الآن، لكن هدف